السلام عليكم ورحمة الله. في أول فيديو كيف ما شفتوا صورت لكم الطريق اللي شديناها من الدار البيضاء في اتجاه مدينة إفران، اللي تنظن بأنها الوجهة المفضلة عند الصغير والكبير في فصل الشتاء. وكنصور لكم بتاريخ يوم الأحد 25 يناير 2026 كيفاش كانت الأجواء في الطريق وقتاش خرجنا. هنايا كيف ما كتشوفوا الدخلة ديال الحاجب. صراحة أول تجربة ليا لمدينة إفران، هادشي علاش درت هاد الفيديو باش ننصحكم وسورتو الناس اللي أول مرة غادي يمشيو لهاد المدينة حتى هما، باش ما توقعوش في نفس الأخطاء اللي وقعت فيها. هنا وصلنا للحاجب. كيف ما كتشوفوا هاد التوقيت فاش وصلنا للخرجة ديال الحاجب وغندخلوا لطريق أزرو. المشكل اللي لقيناه هو في طريق أزرو، يعني في الدخلة ديال أزرو كانت الطريق مقطوعة، فشحال وحنايا واقفين راه كنصور لكم بالتوقيت بكل شيء. فاول نصيحه واهم نصيحه هي قبل ما تسافروا تشوفوا احوال الطقس، الجو كيفاش داير والطريق واش مقطوعه ولا لا، لان كاين اللي يأس ودار دومي تور ورجع في حاله. حنا الحمد لله صبرنا وطلقوا لنا الطريق. كما كتشوفوا الطريق راها عامره والكيران كانوا الناس دايرين رحلات. ما ننصحش نصيحه اخرى، ما ننصحكمش تمشيو بيوم السبت ويوم الاحد، كتكون عامره بزاف. هنا خرجنا الوليدات يستمتعوا، اللهم هاد شويه ديال الثلج حتى الا ما كتبش نمشيو للافران بعد يكونوا نستمتعوا، لان البلاصه اللي قدرنا نخرجوا فيها هي هذيك. هنا الحمد لله طرقوا لنا الطريق الازرو، المناظر رائعه صراحه. واخا ما كاينش فين تستاسيونيو باش توقفوا تصوروا ولا يلعبوا الوليدات هكا، لان يلاه حيدوا الثلج من الطريق وما كاينش كي غادي يدير، يعني ما كاينش فين غتستاسيونيو الطوموبيلات. فهنا هذا اشكال حتى هو، ولكن الحمد لله راه غير العين كتستمتع بهذه المناظر الزوينه سبحان الله وما شاء الله. مناظر زوينه بزاف. فصراحه استمتعنا، واخا تبقاو غير في الطوموبيل وتبقاو كتفرجوا فراه في حد ذاته راه استمتاع. الحمد لله. الافران من بعد ما وقفنا شويه في ازرو ارتاحينا وفطرنا، واخا كانت الدنيا عامره بزاف. داكشي علاش كنصحكم ما تمشيوش في الويكاند، سيروا في وسط الاسبوع يكون افضل. بالنسبه للحوايج اللي ما عجبونيش في ازرو هو ان اغلب القهاوي والمحلات سادين، يعني قلال المحلات والقهاوي اللي حالين. فباش تلقاو فين تفطروا صعيب، لان الدنيا عامره ما شاء الله. وبالنسبه لي تواليت اعزكم الله، الا بغيتو تدخلوا لي تواليت ما كيعتقوكمش تما، القهاوي كيقول لكم بلي لي تواليت عندهم سادين. خص شي واحد اللي ساكن تما اللي ينعت لكم لي تواليت فين كاينين، راه كاينين داخلين. خاص اللي عارفين تما هما اللي ينعتوا لكم، ولا ستاسيونو تشوف شي بلاصه اللي بعيده فراه صعيب باش تلقاوهم. هذا مشكل اللي لقيناه حتى في افران. من بعد ما وصلنا لافران حتى هو لقينا هذا المشكل هذا. حتى من المسجد بغينا نتوضاو ونصليو ما لقينا لي تواليت سادين. كل صراحه بزاف الناس ما عجبهمش الحال. البلاصه اللي تقدروا تلقاو فيها لي تواليت في مدينه افران هي المارشي في السونتر. اللي سولتوا على المارشي راه كينعت لكم، راه قريب. تمشيو للمارشي فيه لي تواليت بالخلاص بطبيعه الحال، هادشي كله لي تواليت بالخلاص في هاد المناطق كلها. الماكله تما موجوده باثمنه مناسبه، الحوانت حالين، يعني تقدروا اي حاجه بغيتوها تلقاوها تما. وديو معكم الماكله هكا اللي تقدر تاكل وهي بارده بالنسبه للوليدات باش يسدوا جوعهم على ما تلقاو فين ياكلوا. سيرتو ان هاد البلايص الزوينه هكا راه تيكون صعيب باش تلقى الحوانت اللي كيتباعوا فيها الماكله والحاجات اللي يقدروا ياكلوها الوليدات. فمن الافضل انكم تديو معكم في السياره ديالكم الماكله. وبالنسبه للطوموبيلات راقبوهم مزيان قبل ما تسافروا، سيرتو لهاد الاماكن اللي كيكون فيها الثلج والربيض خص تكون الحاله ديالهم جيده، لان كتكون خطوره ديال الانزلاقات. بالاخص ان الطريق تكون ضيقه والطوموبيلات كيكونوا حدا بعضياتهم، فاي انزلاق فهو راه كيتسبب في مشاكل. الله يحفظ. فنتمنى تاخذوا هاد النقطه هذه بعين الاعتبار. وبالنسبه للحوايج ديو لوليداتكم تبديلات الحوايج باش يستمتعوا ويلعبوا، واخا يسردوا يعني كاين باش تبدلوا ليهم، ديروا بحساب التبديلات، لان ملي كترجعوا للطوموبيل هذيك الحوايج اللي ساردين وداكشي كله كيرجع لكم بالبروده، واخا تكون الكليمه في الطوموبيل. والحل الاخر اللي لقيت الناس دايرينه تما صراحه اللي حل زوين، الا عاودت فكرت انني نمشي ولا طول الله العمر وفكرت نجرب هاد التجربه هذه مره اخرى، فراه غادي نستافد من هاد النصائح حتى انا. هو انكم تلبسوا وليداتكم وحتى نتوما علاش لا لي مونطو اولا لي جاكيت وسراول اللي يكونوا امبيرميابل ما تيدوزوش الماء، ولي بوت ديال الميكا كتلعبوا باريحيه. وملي كتدخلوا كتحيدوهم وكتعاودوا تلبسوهم ملي كتعاودوا تخرجوا. صراحه فكره زوينه. نتمنى ان هاد النصائح تكون فاتكم وتاخذوها بعين الاعتبار وتطبقوها حتى نتوما. ونتمنى اللي كيحلم يمشي لهاد البلاصه يحقق هاد الحلم هذا ويمشي، لان واخا هاد الصعوبات كلها اللي في الطريق وهاد العراقيل كلها فهي منطقه تستحق الزياره وما غتندموش عليها. ونتمنى نكون وصفت لكم الأجواء
كما ينبغي، ووصلت لكم الصورة اللي بغيتوا تشوفوها. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والحمد لله، لا إله إلا الله، والله